اللي عمل الاختراع المهبب اللي اسمه الاستيكر بتاع غطا البوتاجاز، يا ريت اللي عمله يبقى يقول لنا نشيله ازاي، لان انا بصراحه لزقته على غطا البوتاجاز. عايزه اقول لكم طلع عينيا علشان اشيله من على غطا البوتاجاز. عايزه اقول لكم جبت السشوار وفضلت احك فيه عشان ماده اللزق دي تسيح واعرف اشيله. مش انا لوحدي، انا ومرات اخويا واختي برضو مفيش فايده. بالسكينه زي ما احنا شايفين كده برضو مفيش فايده. حطينا كربونات وعلى خل على ميه سخنه برضو مفيش فايده. في الاخر بقى جبت الصنفره وكانت دي الناهيه وفضلت احك فيه لما طلع عينيا. فياريت الاختراع اللي مهبب بتاع غطا البوتاجاز ده اللي اسمه الاستيكر محدش يشتريه، لان اللي عمله علشان يبيع وخلاص ويكسب، وفي الاخر يطلع عينينا في التنظيف. شايفين القرف اللي نزل من غطا البوتاجاز؟ انا عن نفسي مش هجيبه تاني. ويا ريت كلنا نعمل شير للفيديو علشان محدش يغلط غلطتي ويندم ويطلع عينيه في تنظيف غطا البوتاجاز زي ما حصل معانا.